السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. انا جبت طقم لابني بس الشورت الجينز طلع واسع فقلت اعمل له استك. انا وديته لكذا ترزي بس قال لي ان هو ما بيركبش اساتك فقلت اعمل له انا الاستك. عندي قلم احمر بعلم على البنطلون، بعلم علمتين. اول واحدة بحط فيها الزرار، تاني واحدة بعمل فيها الفتحة بتاعة الاستك. ده شكل الزرار معانا، انا كان عندي موجود عندي فاستخدمته. اي زرار عندكم ممكن تستخدموه، اهم حاجة يكون الحجم بتاعه صغير لان الاستك اللي هنستخدمه للبنطلون فيه فتحات صغيرة خالص. هبتدي ان انا اخيط الزرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا بخيط والتخييطة بتكون من تحت، يعني انا ما بخرجش الابرة الناحية التانية علشان الخياطة ما تبانش معايا. انا بدخلها تحت الزرار بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة ان احنا نقفل الزرار كويس جدا جدا لان هو اللي هندخل فيه الاستك. انا عمري في حياتي ما ركبت زي استك لاي بنطلون. انا متعودة اي بناطيل بشتريها بوديها للترز على طول، بس للاسف اول ما اشتريت البنطلون الابني والله وديته عند كذا ترزي راح قال لي ان هو ما بيشتغلش في الاساتك. فقلت اعمله انا حتى ما كانش عندي استك، انا عندي كان بنطلون قديم والله خدت منه الاستك وخدت منه الزراير اللي حضراتكم شفتوها ديت. والله وطلعت الطريقة اصلا سهلة جدا وبسيطة. والله لو كنت اعرف ان الطريقة بتاعتها سهلة لكنت يعني وفرت فلوس كتيرة. انا جبت كمية بناطيل والله العظيم وركبت لها كمية اساتك مش قادرة اوصف لكم. وللاسف يعني تكلفة الاستك اصلا لو قلت لكم سعرها مش هتصدقوني. يعني انا كنت بركب على اي بنطلون سواء المقاس كبير صغير وسط كنت بركبه ب40 جنيه. يعني انا الحمد لله اصلا ان انا مركبتش استك للبنطلون بجد لان الفكرة ديت يعني فكرة سهلة بسيطة. فانا قلت اعمل لكم فيديو عنها علشان اي واحدة عندها بنطلون وحابة تركب لها استك تركب هي في البيت وتوفر فلوس كتيرة. انا ركبت الزرار اهو وقفلته كويس جدا وعملت فتحة جنبيه. شايفين المسافة بين الفتحة وبين الزرار حاجة بسيطة خالص. هنعمل الناحية التانية برضو بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. زي ما عملت في الجنب ده هعمل برضو في الجنب ده بالظبط. هعلم بالقلم. اهم حاجة ان احنا نسيب مسافة بين العلامة الاولى والعلامة التانية بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. وده الزرار التاني. انا مسوية البنطلون يعني واخدة من الجنب ده واخدة من الجنب ده وهما الاتنين مساوي بعض بالظبط. وهنبتدي ان احنا نخيط. اهم حاجة ان احنا ما ندخلش الابرة الناحية التانية علشان الخيط ما يبانش مننا. انا بدخل الخيط تحت الزرار زي ما حضراتكم شايفين وبنقفل الزرار كويس علشان هو ده اللي هندخل فيه الاستك. انا متعودة اودي البناطيل بتاعت بناتي وابني عندي واحدة. انا اتصلت عليها والله بدري بس هي قالت لي ان هي ما بتستلمش اي شغل علشان عندها كمية شغل كتيرة ولازم تسلمها في موعدها. طريقة التسليم الشغل اللي احنا هنسلمه يعني او اي حد بيودي لها الشغل هتاخده من اول الاسبوع. بس انا والله كنت رايحة مشوار فاضطريت ان انا اوديه السوق. وفعلا رحت السوق النهاردة علشان اوديه الترزي. بس الترزي قال لي برضو نفس اللي قالهولي الترزي الاولاني، قال لي ان هو ما بيركبش اساتك. فوالله العظيم قابلت ست كانت واقفة عند الترزي فبتقول لي انا هقولك على طريقة سهلة. قالت لي عدي عند واحد، يعني سميت لي على واحد بتاع محل كده بيبيع فيه اساتك وزراير. قالت لي عدي على المحل ده هاتي منه استك يكون فيه فتحات بسيطة وهاتي زراير تكون مقاسها صغير واعملي زي ما هقولك بالظبط. والله شرحت لي اعمل ايه زي ما انا بعمل في الفيديو هي قالت لي بالظبط. ربنا يا رب يبارك لها ان شاء الله. وفعلا زي ما حضراتكم شايفين انا لما روحت علشان اجيب الزراير واجيب الاستك لقيت المحل قافل لان انا كنت رايحه بدري شويه. فكان عندي بنطلون قديم خدت منه الاستك وقطعت منه الزراير زي ما انتم شايفين. انا عملت فتحه من الجنب وحطيت الدبوس كل شنكل حطيته من الحرف وبدأت ان انا ادكك البنطلون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني بضغط على الدبوس وبشد بالاستك. طبعا كل حاجة واضحة قدامكم في الفيديو. لو انا بتكلم في حاجة يعني اكيد يعني كل حاجة واضحة قدامكم في الفيديو. وبدخل الدبوس زي ما حضراتكم شايفين.
الدبوس انا ماسكاه بالاستك بالظبط علشان ما يفلتش مننا. انا عايزه ادخل الدبوس الفتحه التانية من الزرار التاني بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. بفضل اضغط واشد لحد ما اخرج الدبوس من الناحيه التانية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا والله العظيم النهارده مبسوطه جدا جدا، لان ما كنتش متخيله ان انا مثلا اعمل استك لبنطلون. انا متعوده ان انا اعمل اي حاجه كنت بعملها بره، بس والله العظيم يعني انا النهارده منبهره من بساطه الحاجه. يعني شفت حاجه بسيطه وحاجه عندنا في البيت، عملت البنطلون اللي انا كنت مشترياه ومركون، يعني ما كنتش عارفه ان انا اركب له استك، والحمد لله النهارده بطريقه سهله جدا وبسيطه. وبشكر الست والله اللي قابلتها في السوق، بقول لها ربنا يا رب يزيدك وينعم عليكي من فضل الله. انا دخلت كل الاستك في البنطلون زي ما انتم شايفين، سبت جزء من الجنب ده وسبت جزء من الجنب التاني، وهبتدي ان انا ادخل الزرار في الفتحه بتاعه الاستك بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي، وباخد طرف الاستك بتنيل جوه. انا بتنيل جوه زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اخيطه علشان يمسك معانا. بالنسبه للتخييط انا هخيطه حاجه بسيطه دلوقتي علشان بس اعرفكم الطريقه، وانا بعد كده هشوف المقاس على ابنه، وبعدين هقص الزياده او هخلي الزياده وهرجع اخيطه تاني من الاول. بس انا ببسط لكم الطريقه وبعرفكم الطريقه ازاي من اولها لحد اخرها. واتمنى لو الفيديو اللي عجبكم النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. امانه عليكم والله، لان بجد بجد الفيديو تعبني جدا على بال ما صورت النهارده. وحطيت الاستك الناحيه التانية في الزرار زي ما انتم شايفين، وتنيت طرف الاستك لجوه وخيطته. بالنسبه لتخييط الحرف ده زي ما انا قلت لكم، انا مش بخيط تخييط يعني النهائي، انا بحط اي كلام كده علشان انا لسه هفكه تاني، بس انا وريتكم بس الطريقه علشان تبقوا عارفين كل حاجه زي ما انتم شايفين. انا والله عندي كميه بناطيل كتيره ملهاش برضو اساتك ومركونه في الدولاب، فان شاء الله ان شاء الله في فيديو ان شاء الله هنزله لكم برضو على اللي هو الاستك الساده. احنا عملنا الفيديو ده الاستك اللي فيه فتحات بسيطه وليه زراير. الاستك التاني بقى ملهوش اي حاجه خالص، هو ساده بقى بيتركب وبيتخيط من الجنب ده وبيتخيط من الجنب ده، برضه هيبقى طريقته ان شاء الله سهله وبسيطه زي الفيديو ده باذن الله. ببتدي ان انا اخيط زي ما حضراتكم شايفين. انا قلت لكم ان انا مش بخيط تخيط نهائي، انا بس بمسك الاستك. ممكن تستخدموا المكنه، يعني انت لو عندكم مكنه خياطه يعني تعملوا زي ما انا عملت كده بالظبط وبتعدي المكنه عادي جدا، بس انا طبعا ما عنديش مكنه فاستخدمت ايدي، والطريقه كانت سهله جدا وبسيطه زي ما انتوا عارفين، واحلى واسهل من اي مكنه عندكم. واحنا هنا قفلنا البنطلون ما شاء الله، واكنك عاملاه عند الترز بالظبط. شايفين شكله عامل ازاي والاستك ما شاء الله عامل ازاي. بنشد بالمقاس اللي احنا عايزينه، والفتحات اللي فيه نقدر ان احنا نضيقه ونوسعه براحتنا، يعني على قد ما تقدروا وتسيبوا وسع في الاستك علشان ابنكم ما شاء الله لو كبر ولا حاجة او تخن يعني ربنا يبارك فيه، يعني ان شاء الله توسعوا وتضيقوا براحتك، يعني تحطي حجم وسط ابنك على قد الاستك بالظبط. انا طبعا سبت مسافة من جوه في الاستك علشان اضيق واوسع براحتي. زي ما انتم شايفين انا بضيق اهو، وده شكل البنطلون بعد ما خلصته نهائيا وركبت له استك، وما خدش اي وقت معانا خالص ما شاء الله، وطريقته سهله جدا وبسيطه. وانا بجد مبسوطه ان انا قدرت اعمل استك نفس اللي الترز بيعمله بالظبط في البنطلون. وبكده فيديو النهارده هيكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.